سلام السلام. اليوم غادي نشارك معكم واحد الموضوع اللي هو اجتماعي كما شفتي اختي في لامينياتور. غادي نهضر لك على كيفاش اختي تدخلي سوق راسك وتجمعي راسك وتبعدي راسك من المشاكل كاملين. اليوم غادي نشارك معكم التجربه ديالي انا وشنو تبعتوا الخطوات، وحتى نتوما يا اختي تقدري تتبعيها باش تبعدوا شويه المشاكل اللي عليكم، حيت هادشي هذا كنعانيو منه بزاف يا اختي. كاع ديما كنقولوا ندخلوا سوق راسنا ونبعدوا المشاكل ونوليو كتومين وداكشي، ولكن ما كنعرفوش. لهذا قررت انني نشارك معكم التجربه ديالي. اختي اليوم غادي نبدا معك التجربه ديالي وغادي نقول لك يا اختي. كان واحد الوقت كنت كندخل بزاف في الناس، كندخل في مشاكلهم، حياتهم. اي وحده عندها اختي شي مشكل كتجي تجري عندي وتقول لي عافاك وقع لي مشكل وخصني انا نحل لها المشكل. واي وحده كنت صاحبتي ولا كنعرفها ولا كتجي عندي تقول لي عافاك وقفي معايا في هذه وقفي معايا في هذه، وكنبقى لها هي بالمشاكل ديال الناس وكنسى راسي. وفي التالي يا اختي كنولي انا هي السبب، وانا هي مولات المشاكل، وانا اللي ما عرفتش ندخل سوق راسي. لهذا اختي اليوم جيتك في هذا الفيديو نعلمك كيفاش تدخلي سوق راسك وتبعي النصائح اللي تبعتهم انا. يلا اختي معايا وما تمشي فين. بغيتي تدخلي سوق راسك، بغيتي ما تبقاش تقولي يا سيدي ربي الحنين، علاش انا ما عنديش الزهر مع الناس، علاش اللي كندير فيها الخير كتخرج لي من الجرب، علاش يا ربي الحبيب ديما كنوقف مع البشر وما كيوقفش معايا. سمعني اش غادي نقول لك. ندخل سوق راسي يا اختي ولا تدخلي سوق راسك ماشي معناها انك تولي فيك التوحد ولا تولي فيك واحد السيمه انك تكوني متجاهله الناس، ما تهضري مع حتى واحد، تمشي في الطريق وما تهضري مع حد وتبعدي البشر وصافي تولي داخله سوق راسك لهذيك الدرجه انك صافي تولي منعزله. حيت اللي فيه شي حاجه كاع ما كيتهنى، اللي فيه شي حاجه لاصقه فيه. انا كنت بحال هكاك كنقول لهم غادي نتبدل وغدا غادي نتبدل وغادي ندخل سوق راسي ونعازل ونقلب على كلشي، ولكن في التالي كنرجع وكنعاود نفس الغلط. ولكن دابا درت اختي نقطه ورجعت للسطر وبعد دوك المشاكل وبعد داك الصداع وبعد كثرت الناس وبزاف ديال الحوايج. اجي نوريك كيفاش غادي ديري اختي باش تدخلي سوق راسك. اول حاجه خصك تبداي بها هي انك تبغي راسك وترحمي راسك. تبغي راسك وترحمي راسك. كيفاش اختي انت ما كتبغيش راسك وما كتفكريش في الراحه النفسيه ديالك اول حاجه، وبغيتي الناس يفكروا فيك، وانت يا اختي اللي جا عندك دق عليك تمشي تجري تقولي له مرحبا انا نوقف معاك، اللي قال لك باش تقولي له يوم بيان سور كلشي غادي يبقى حاط عليك العين، وكل واحد غادي يجي عندك ويعاود لك مشاكله، وكل واحد يدخل في مشاكله، وكل واحد يقول لك اجي نديرو خطه واجي فكيني من هذا المشكل وطاطا منا والشواله. وفي التالي كتولي انت مولات المشاكل. غادي نعطيكم بعض الامثله يا اختي. مثلا تجي عندك شي صاحبتك وتقول لك عافاك خبي عليا انا غادي نمشي نتلاقى مع شي واحد، وانتيا الا سولاتك ماما ولا شي حاجه قولي راني كنت معاك، وانتيا كتضطري تكذبي وتوقفي معاها. في التالي اختي من بعد كدوز الايام كترجعي انت اللي فلستي ديك البنت، انت اللي درتي لها وانت فعلتي لها، وما بنتهم ظريفه ومزيانه وكلشي، ولكن انت اللي خرجتي لها الطريق. ايوا يا اختي توقفي مع الناس توريهم في الامتحانات وداكشي في التالي يضربوها لك بالنكره. انا وقعت لي شحال من مره. ايوا يا اختي بغي راسك هي الاولى. اول حاجه خصك تبغي راسك انت الاولى، ماشي انانيه. سميوها نتوما انانيه الا بغيتو، ولكن انا كنسميوها راحه نفسيه. هذه انني اول حاجه نبغي راسي انا الاولى. يجي عندي شي واحد يقول لي عندي مشكل وداك الشيء نسمع شنو المشكل، نعطيه نصيحه، بصح ما نوقفش انا معاك. علاش غادي نوقف معاك؟ ما نوقفش انا معاك. كما قلت لك اختي جي عندي شي واحد ولا شي وحده وعاودت لي المشكل ديالها على الراس والعين، نسمع المشكل ديالها، ولكن علاش انا غادي نمشي نجاره ونقول لك حزين لهي انا نحل لك المشكل؟ علاش انا غادي نخلي راسي وصلت لهذا المواصل؟ عرفتوا ثقوا اي حاجه كنقولها لكم اقسم بالله الا دازت عليا. عرفتوا انا راه ما نعاود لكمش، انا راه دوزت واحد الحياه. عرفتوا ديما سامحه في راسي في مشاكلي، في نعاود ديك المشاكل وداكشي ما كنلقاش انا اللي كيوقف معايا نهائيا. دوزت جميع انواع ديال البشر ما كيوقفوش انا معايا الناس، ولكن انا كاين شي خطيه انا ديما فين ما كان شي مشكل داخله فيه، انا ديما فين ما كان شي وحده عندها شي بروسي خصها توقف معاها، خصني انا ديما وشحال من وحده تكون تفرج ان شاء الله هذا الفيديو غادي تكون بحالي. ايوا يا اختي ما يبقاش فيك الحال، راه كاع دوزنا هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله مع الحياه كتبقاي تبدلي شويه، ولكن خصك تحاولي تبدلي ما تبقاش غير هكاك يا اختي. المهم قلت لكم اول حاجه خصكم تبغيو راسكم نفسك ثم نفسك. انكم اختي تلاهوا مع مشاكلكم، تلاهوا مع راسكم، تلاهوا مع حياتكم، مع والديكم، مع خوتكم، ما تبقاوش متبعين الناس ياك.
حيت عرفتوا علاش؟ حيت في التالي غتلقاو راسكم نتوما اللي خاسرين. ومادام انا طلعت درت لكم هذا الفيديو هذا الا انني خسرت بزاف ديال الحوايج وما كنتش كنسمع الهضره ديال امي ما كنتش كنسمع لها الهضره. والهضره ديال الوالدين راها خصكم تسمعوا لها، حيت الوالدين كيكونوا ادرى وكيكونوا كيحسوا اكثر منكم. يعني قالوا لكم والديكم ديروا واحد الحاجه تبعوها وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وما غاديش يخيبكم ربي. شوفي رضات الوالدين اقسم بالله هي كل شيء. وتسمعوا لوالديكم. شوفوا انا ما كنتش كنسمع لماما ولكن كندور كنرجع حتى لهضره امي عندها الصح. والحمد لله ملي سمعت هضرتها راني الحمد لله راني ماشيه فور كما كيقولوا فور يا الشيفور. المهم الحمد لله. لهذا يا اختي في هذا الشيء هذا اللي واقع انني اول حاجه كنعاون الناس والناس ما كتفاعلش معايا ما كتعاونيش، كنوقف في مشاكلهم كنصدق انا هي مولات المشكل وانا اللي خايبه وانا اللي فعله وتاركه وانا اللي درت هذاك الشيء، والطرف الاخر كيخرج مسكين واقف يعني عادي ما داير حتى حاجه وانا كنتسنى فيها. يعني انا اللي كنتسمى خايبه كلشي. لهذا قررت انني غادي نقول بركه لهذا الشيء وغادي نحبس. اول حاجه يا اختي بديت بها وخصك تبداي بها حتى انت، انك ديري الغربال، تنقصي الناس من حياتك. الناس اللي ما فيهم نفع، اللي ما فيهم نفع دفع. ما عندكم ما ديروا بكثره البشر. وعباد الله واش نتوما نفس العام كتعاودوا كتشوفوا واحد البشر ما كينفعكم حتى في حاجه، ما كيوقف معاكم حتى في حاجه. تخيلوا نتوما توقفوا معاه في المشاكل ديالو، نتوما نهار يكون عندكم مشكل ما يوقفش معاكم تبقاو تعاودوا له كانه لا شيء لم يكن. حيت علاش؟ حيت ضمنوكم وولفوكم بانكم غادي يجيو يقول لكم عندنا مشاكل ولا وقفوا معنا كتوقفوا كتجاراو، ولكن ضمنوكم وكما وتعودوا عليكم انكم الا وقع لكم شي مشكل عادي بغير يعني نتوما هكاك دايرين. اول حاجه يا اختي قلي الناس من حياتك. اللي ما فيه نفع دفع عليا اختي. ما عندك ما ديري بكثره البشر. كثره البشر ما عندك ما ديري بها، لا في عائله لا في قصيله لا في صحاب لا في صحابات. بقج نقص البشر. يا ويلي يا ويلي انا عندي الربح يا اختي نبقى نتفرج للريلات وما نبقاش نمرض راسي بالبشر. حيت راه عرفتو راه بزاف انا راه ما خرجت نهضر معكم ونقول لكم هادشي هذا راه حتى وصلت لي للعظم بزاف انكم كتبقاو تدخلوا راسكم في المشاكل ديال الناس وادخلوا سوق راسكم وابعدوا عليكم البشر هما اكثر الناس اللي كيدخلوا لكم المشاكل في حياتكم. سمعوني مزيان. ثاني حاجه خصك ديريها يا اختي اللي درتها انا. ثاني حاجه يا اختي اللي بغيتك تسمعيها وديريها ببالك، ماشي اي واحد يجي يقول لك شي حاجه تثيقيها، ماشي اي واحد يجي عندك يقول لك شي حاجه تمشي تثيقيها. لقيت هذا الشيء راه من بين الاسباب اللي كيخليك تدخلي في المشاكل مع الناس، من بين الاسباب اللي كيخليك تدخلي في المشاكل مع الناس. تصوري يا اختي تكون عندك واحد السيده ولا وحده من العائله شي لفعه قرطيطه تجي عندك تقول لك راه قالت فيك بنت عمك هاد الهضره. ايوا انت يا اختي تسمعي ديك الهضره وتشديها في خاطرك وتبقى في خاطرك وتمشي تجاري وتشدي واحد الركنه وتبقاي تشوفي بديك العين حرام قالت فيا وداك الشيء. اسمع اختي جات عندك شي وحده قالت لك راه قالت فيك فلانه شي حاجه، قول لها مادام انت جيتي عندي قلتي لي قالت فيا فلانه هاد الهضره الا وانت قاده بها لا زيدي قدامي الدربي ونواجهكم بجوج. ماشي تخليها في قلبك، حيت الا خليتيها حبيبه في قلبك غتبقاي هزه الحقد والحقد غتبقاي هزه وغادي تبقاي ديري شي تصرفات لا اراديه مع ديك فلانه ولا عندك فلان ولا شي حاجه وغادي تقلبي عليه وتا هو غادي يحس بشي حاجه تا هو غادي يدير يحقد في قلبه وغادي يوض بيناتكم صراعات وغادي يولي شي يهضر في شي يهضر في شي وغادي توليو في المشاكل. وفي التالي ديك اللي فعل القرطيطه ولا القرطيط اللي جا وصلك ديك الهضره كتلقايه مصالح مع الاخر اللي قالك عليه راه قال فيه، وفي التالي كتولي نتيا اللي خايبه. لهذا يا اختي ما تكونيش بودينه، ماشي غير اللي جا عندك وقال لك قال فيك فلان قالت فيك فلان تشديها في قلبك وتبقاي حازنه حياتك كامله وتفكري كان واحد النهار قال فيا. اختي نو، سيري اختي واجهي بنادم واجهيهم بجوج. مادام قال فيك ديك الهضره الا سيري واجهيهم بجوج. لحقاش اختي هادو من الفتن الكبار. الفتن هي نقل الخبار. ايوا ثالث نصيحه يا اختي اللي غادي نعطيها لك وحتى انا تبعتها، ما تبقايش تبري الناس بزاف. لا للتبرير، هذا الشعار هذا سميتو لا للتبرير، ما تبقايش تبري. شوفوا انا واحد الانسانه اصلا في الطبع ديالي صراحه ما كنتش كنبرر، يعني ما كنتش كنبرر نهائيا، وكنت في واحد الوقيته مسلكاني اللي بغى يفهم يفهم، اللي ما بغاش يفهم كاع لا يفهمني. الا شي واحد قلت له شي هضره وفهمها غلط كنقول ماشي شغلي يزيدها في راسه. ولكن مؤخرا قلت نو، ما خصش بنادم يدي عليا شي فكره غلطه في راسو ونبقى انا زعما واخده اللومه.
ما تبريش، خليها اختي ياخد اللي بغا في راسو، حيت اختي هو اللي ما بغاش يفهم، ماشي انتي اللي ما بغيتيش زعما تخليه يفهم، هو اللي ما بغاش يا اختي يفهم. لهذا ما تبقايش تبري، لا للتبرير. بغيتي تهضري مع شي وحده قولي داكشي اللي عندك، فهماتك وسمعاتك وتيقاتك، مرحبا. ما تيقاتكش، الباب اللي يجي منه الريح شنو كنديروا له؟ هي هذيك. كما قلت لك اختي، علاش غادي نبرر؟ علاش انا غادي نبرر والناس الاخرين ما كتسمعنيش وما كتفهمنيش؟ صافي يلا الباب الحباب. عرفتوا حق الله، شوفوا الا تبعتوا هذه الطريقه هذه انكم ما تبقاوش تبرروا الناس غادي ترتاحوا دماغكم، ديك الساعه غادي تعرفوا ان بنادم ما يسوى حتى بصله، حتى بصله. حيت بنادم اللي باغيك وداير معك واحد العلاقه، ولا عندكم علاقه عائليه، ولا شي صاحبتك، ولا مهم العائله ديالك، ولا المهم كيكون عنده واحد البلاصه ديالك عزيزه عنده، راه ما كيبغيش يدابز معاك نهائيا، ما كيبغيش يدابز معاك، كيخليك تبردي وكيجي عندك يقول لك هذيك اللي درتيها قبيله ما عجبتنيش، ها شنو ها شنو ها شنو، تفاهموا. ماشي انت كتبقاي تعاودي لك كتقولي له فلان فلان فلانه والضويه راني ما قصدتش، وهي كتقول لك نو 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 نو. انا يلا وقعت لي مؤخرا في العائله ديالي، انا ما قصدت حتى حاجه، ما درت حتى حاجه، وخداو عليا واحد النظره وبقيت كنبرر. في التالي ندمت اختي، علاش غادي نبرر لك؟ علاش انا غادي نبرر لك؟ ما خصنيش نبرر لك اختي، انا واش درت شي حاجه عن خاطري؟ انا شرحت لك قلت لك ها شنو ها شنو، بقيت كنبرر ونعاود نبرر ونعاود، وفي التالي اختي بدت ليله كامله وانا كنشهق بالبكا، ولكن دعيتهم الله يا ربي تاخذ الحق، يا ربي تاخذ الحق، دعيو معايا ولا وصلتوا حتى لهنايا دير واحد جيم او كومونتير زوينه وكملوا لها فيديو. ايوا يا اختي، رابع حاجه اللي وصلنا لها دابا هي اختي ما تدخليش راسك في مشاكل الناس، ما تدخليش راسك في مشاكل الناس. مثلا جات شي وحده قالت لك انا هذيك فلانه دارت لي وفعلت لي منا وداك الشيء، كتنوضي يا اختي كتشدك النفس عليها. علاش اختي غادي تشدك النفس عليها؟ بيناتهم انتيا واش دخلك ما محلك من الاعراب؟ هذه انا نشوفها بزاف وكنت نشوفها حتى في راسي. ويلي يا ويلي يا ويلي، انا بعدا كنت هذه كانت فيا ديما تشدني النفس على صحاباتي، الا شي صاحبتي دابزات مع شي وحده كتشدني النفس على ديك الوحده، على صاحبتي، ونوض نمشي نتناسب مع ديك الوحده. ويلي مالي تدخلني في التالي هذيك صاحبتي. ربي نحكي لكم واحد القصه. واحد صاحبتي، المهم واحد صاحبتي كانت صاحبتي كنت ديما نوقف معاها، واللي جبدتها هي بداك النوع الكاتم ديك صاحبتي، وتجي تحكي له داكشي وانا تكرهني بدوك الناس ونمشي ندابز. في التالي هذيك صاحبتي الكاتومه هذه صاحبتي كنت ندافع عليها، في التالي نهار عرسها تزوجت وانا كنهضر معاها نهار عرسها وما قاليش كان العرس، تزوجت وحشتها لي. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ما تبقاوش تدخلوا في مشاكل الناس. شي واحد عنده شي مشكل مع شي واحد ماشي شغلك، انت ماشي شغلك، علاش تجيك النفس انت ما تبقاش تهضري مع ديك فلان وفلان فرتنان بسبب هذيك حيت ما كتهضرش معاه؟ لا اختي دخلي سوق راسك وماشي شغلك. انا عرفتو شحال كانت كتوقع لي هذه، ديما نزيد مع صحاباتي وتشدني النفس عليهم، في التالي هما ملي كندبز انا مع شي واحد ولا مع شي وحده هما كيهضروا ويكركروا معاه، وانا نبقى نشوف زعما انا هي اللي دايره الغلط وانا اللي خايبه، ويبقاو يحكوا ايوا قلت كيبقاو يحكوا لي بالفقصه يا اختي، وكنولي انا هي اللي خايبه وكنولي انا هي الوحيده، وليت ندبز مع كلشي، وليت انا هاد صاحبتي زدت معاها حيت هي دار لها داك المشكل، كنصدق انا مدبزه مع الاخر، هي كتصالح مع هذوك الناس وانا كنبقى هكا كنولي مجموعه وندبز مع كلشي، كنولي الوحيدات على الرغم من انني انا ظريفه وانا الله يعمرها السلعه وانا عندي جود، ولكن كنولي انا اللي خايبه. لهذا اختي تبعي هاد النصائح وبعدي عليك كثر ديال التخربيق والدفيش والتبرهيج. هادشي الا درتيه واش غادي يعطيك النتيجه؟ اكيد اختي غادي يعطيك النتيجه. واش هادشي اللي درتيه الا درتيه وطبختيه يعطيك النتيجه؟ اكيد غادي يعطيك النتيجه. اول حاجه كتحسي بالراحه النفسيه، ثاني حاجه انك ما كيبقاش القيل والقال، ثاني حاجه كتبعدي البشر، رابع حاجه شنو هي رابع حاجه؟ كتولي ما كتاخديش الذنوب. كتولي ما كتاخديش الذنوب وكتهضري في الناس بزاف. كما قلت لك اختي، بعدت الذنوب، بعدت المشاكل، بعدت صداع الراس، ارتاحيت الصراحه. اقسم بالله الا كنحس بالراحه النفسيه مرتاحه، بعدت بزاف ديال الصداع، بزاف ديال المشاكل وكلشي الحمد لله. شوفوا انا واحد الانسان اللي كيعرفني عن قريب، انا انسانه اجتماعيه وكنبغي الناس لواحد الدرجه ما تصورش، وما كنحس حتى واحد هذه بعدا فيا هذه الميزه هذه انني ما كنحس حتى واحد وما كنغير حتى واحد. الحمد لله اللي ربي يسلو في شي حاجه الله يسهل عليه فيها.
اللي ربي كتب له شي حاجه الله يسهل فيها. وشوفوا انا كنت كنآمن ودابا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى بان شوفوا راه شتي كما كديروا كما كتفكروا كما كتمنى الناس ربي راه كيحقق لك داكشي كيف ما انت باغي. فهمتوا كيفاش؟ لذلك انا واخا كنبغي الخير للناس، كنبغي الناس بزاف، كنبغي ندير صداقات، كنبغي هذا، قررت انني نبقى هذاك الشيء نديرو زعما مع الناس اللي ما كنعرفش بعادين عليا شويه. الا بغيت ندير الخير ولا الصداقات راه عارفه فين نمشي، وداك الشيء ماشي ضروري انني نبقى ندخل في مشاكل الناس ونكون خبيثه والناس حتى اللي تقدبت معايا وداك الشيء. اللهم اختي ندخل سوق راسي ونهني راسي. كوني اكيده اختي الا تبعتي هاد الخطوات والله حتى غادي ترتاحي نفسانيا. البشر هو اللي بعديه اختي. البشر صعيب 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 صعيب. راه عرفتو كما كتلقاو صحابات الفعات كتلقاو صحابات الله يعمرها دار، كما كتلقاو في العائله كتلقاو الفاعل، كتلقاو حتى القطيطات، كما كتلقاو يا اختي في المجتمع الكبير وحوش كتلقاو حتى ورود. فهمتوا؟ يعني نتوما عينيكم ميزانكم، ماشي اي واحد نعاودو له كلشي حياتنا، حيت راه حتى اللي كيولي يعايركم بها راه حتى الصحابات حتى اللي تولي تعايرك بها. ها شوفوا انا راه عندي واحد بنت خالتي اقسم بالله الا عايرتني بشي هضره ديالي عايرتني بها والله. راه شوفوا راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي كلشي كنعاودوه، ماشي كلشي كنحكيوه، ماشي كلشي كنوقفوا معاه، ماشي مهم الدنيا غادي تعلمكم وتعلموا هاد النصائح. اول حاجه نقصوا البشر اللي ما فيه نفع اختي دفعيه ما عندك ما ديري به. اللي كتشوفيه ما نافعكش غير دار معك جيست واحد عرفوه بانه صافي ما نافعش، ماشي تبقاو تقولوا لا دار معايا تمشي عند فلان شتي هذيك شنو دارت معايا والله حشم عليها، صافي بعديها اختي. قلب 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 قلب. ولا كان عندك اختي شي اسرار ديال الناس ولا شي حاجه خصك تكتميهم، ماشي تبقاي تعاودي، ماشي غير دابزي مع شي واحد تمشي تبقاي دن 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 تعاودي يا ما دابز انا مع الناس ما كنمشيش نعاود على الاخرين، حيت قلبي زوين وكتشوفي بان الايام والعشره قال لك دائما تتجدد اللحظات وتبقى سوى الذكريات. هادشي اللي كاين. المهم نتمنى لك حياه سعيده، ردي البال لراسك. وهذا اول فيديو اجتماعي لينا في هذه السنه ديال 2026. الفيديو الثاني غادي يكون حاجه واحده اخرى ان شاء الله. باي.